معاكم الشيف خالد ابو زيد الجزار. النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه، معلومات كده عشان خاطر نعرف الفرق ما بين الكبده البلدي والكبده المستورده. طبعا الكبده البلدي زي ما انتم شايفين بيبقى ليها سفره بتطلع بالشكل ده السلس ده. المستورده بتيجي بتحاول تطلع السفره دي، بتلاقي الكبده اتهرت تماما لانها ملهاش قوام من كتر ما قعدت في التفريغ، فمهريه خالص خالص خالص. طبعا حاجه ثانيه، الفرق ما بين الكبده البلدي والكبده المستورده مش الحجم ده طبعا، الحجم لما بتيجي تستوي لما بنيجي نقطعها وبنعملها الكبده البلدي بتنفش معانا، تحس ان هي تخلف كده كبده شويه، انما الكبده المستورده بالعكس بتضمر وحجمها بيبقى صغير جدا، لان هي التلج مدمرها خالص، النسيج بتاعها ضايع غير البلدي تماما. حاجه كمان نعرف بيها اللون، الفرق بين الكبده المستورده والبلدي في اللون زي ما انتم شايفين كده، لونها بيبقى زاهي جدا. الكبده البلدي الكبده المستورده بتبقى ضاعت تماما، اللون بتاعها باهت جدا بسبب التتليج برضه. وحاجه غريبه بقى حصلت من كتر ما الكبده المستورده منتشره طبعا في البلاد في العربيات ومحلات الاكل، الناس ذوقها اتغير، يعني تلاقي الواحد تكلمه عن الكبده البلدي او تاكلها له ممكن يستغرب طعمها لان هي ليها طعم حلو، لكن التعود على الكبده الثانيه اللي هي بتتهري معاه بيبقى طعمها زي الفين اصلا هو بياكلها، ما بتطعمش الا بالثوم وبالتوابل، انما دي ليها طعم فهو ممكن يستعجبها ويستغرب طعمها شويه. اختبار كمان لو عايز تعرفه، بتاخد حته كبده صغيره تروح حاططها تحت حنفيه الميه تدوس فيها ما بتنزلش معاك دم طبعا الا حاجه بسيطه جدا جدا جدا، انما المستورده لو حطيتها تحت الميه بتلاقي حنفيه دم، لو سبتها شويه بتلاقي برضه حنفيه دم، الدم لونه كاتم تماما وهي بيبقى لونها بارد برضه عشان تعرف الحاجه. من الحاجات اللي وزنها قليل بالنسبه للكبده، يعني بتصل 1% تقريبا. الكبده البلدي بيبقى وزنها على بعضها من 3 ل 5 كيلو 6 كيلو بالكثير، فعشان العميل يطلبها ما تستعجلش لما الجزار يقول لك لا مش موجوده او بكره او بتبقى بتحجز، لانها زيها زي الفريتو زي البافيت زي الاونجليت، زي دي بتبقى قليله جدا.